صعبة اليوم يا يوسف، مباراتك صعبة اليوم يا المساكني، لأنه أمامك دفاع أكثر تنظيم بقيادة العمراني وكذلك يوسف رابح. هنا تتوتر الأعصاب من جديد، تتوتر الأعصاب من جديد، تتوتر الأعصاب من جديد. هنا السجال والشنآن بين مجموعة من اللاعبين، ياسين الكحل وكذلك يوسف المساكني. طبعا أمنيتنا أن تسير المباراة في روح رياضية عالية جدا. صحيح مثل هذه الديربيات عندها حساسية كبيرة، ولكن في جميع الأحوال الروح الرياضية هي التي تنتصر في الأخير. هذا هو ياسين الكحل هنا في نقاش دور لنبيل معلول لتهدئة الأمور، وكذلك المدير الإداري مرباح في نقاش مع لاعبي الوداد البيضاوي من أجل تهدئة الأمور. هذه الإعادة، هذه اللقطة الماضية فعلا كانت هناك مضايقة من جانب خالد القربي، ولكن التدخل لم يكن يستدعي مثل هذا الشنآن الكبير. طبعا يجب على الحكم أن يكون صارم، يجب على الحكم أن يكون صارم، لأن مدافعي نادي الترجي الرياضي التونسي ارتكبوا العديد من المخالفات والعديد من المضايقات، وبالتالي وجب أن يكون صارما، إما بإشارة البطاقة الصفراء أو الحمراء كما كان يجب مع المدافع الأيمن كوليبالي. إذا ننتظر استئناف هذه المواجهة.